السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه بزاف بنينه. هاد المملحه صدقوني ديروها وعينيكم مغمضين حتعجبكم بالبزاف. العجينه تجي طريه والحشو يجي خفيف عليكم وتجي بزاف بنينه تقطر بالبنه. وهنا قبل ما نبداو الوصفه ما تنساوش تدعموني بجام وكومونتير، اذا ما كنتش مابونيني ابونيوني وخليوا لي كومونتير مليح كيما نتوما. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لها جيم باش تطلع لي. وثاني قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش تصليوا وتسلموا على محمد عليه الصلاه والسلام. وهيا بسم الله. اذا اول حاجه عندي 3 كيسان تاع الفرينه. انا حجم الكاس تاعي 250 ملل. عندي قل من نص مغرف تاع الملح، عندي 4 كاس تاع الزيت، وعندي مغرف ممسوحه تماما تاع خميره الخبز. حنحط المكونات كامل مع بعضهم ونحاول ندخل هذاك الزيت يعني نبسس به، ونجيب هنا الحليب يكون دافي. ونبدا نطم به العجينه تاعي. الحليب روحوا معاه بالعقل، يعني حطوا بالمراحل حتى تنطم معاكم العجينه بالقوام هذا، يعني تجي طريه وما تتلاصقش في اليد. هنا ندلكها حوالي نص دقيقه ولا دقيقه برك، وشوفوا لي القوام تاعها كيفاه يجي طري. هنا نغطيها عفوا ونحطها في جهه بزمن نوجد الحشو تاعي. بالنسبه للحشو درت لكم حاجه سهله بزاف وتقدروا الحشو تنوعوا كيما حبيتوا. هنا درت 3 حبات طماطم يكونوا متوسطين ولا صغار شويه، ربيتهم وجبت هنا شويه تاع الزيت، حوالي 3 مغارف زيت، شويه طماطم مصبره، ملح، فلفل اسود، ودرت اعشاب عطريه للنكهه. وثاني تقدروا تزيدوا في صوص تاع الثوم تربيوهم، نسيت ما صورتهم لكمش. نحطهم يطيبوا لي في جهه حتى تنشف لي شويه ديك الطماطم، يخليوها شويه بلا صوص تاعها، يعني خليوها شويه ماويه. وهنا نرجع لهاد العجينه بعد ما ارتاحت لي العجينه ما تطولش في، يعني كي ترتاح ربع ساعه نص ساعه كيما حبيتوا. هنايا حنطرحها كيما شفتوا، نديرها على شكل بلاطو تاعي، لا قد البلاطو تاعي، ونحطها ونقصها، يعني ما تقصوهاش خارج البلاطو بعد توليو تهزوا فيها وتعبكم. حلوها على قد البلاطو وحطوها في وسط البلاطو وقصوه. وهنا جبت الطماطم هذيك اللي كانت بردت لي، حطيتها لاصوص تاعي، حطيت شويه حار مقطع. اذا الحار تاعكم حار بزاف ما كان له تحطوه تشويو الناس، انا الحار تاعنا يعني مش حاجه. جبت هنا الطون تاع الطماطم وحطيته ووزعته. جبت هنا الزيتون مقطع تاني حطيته، شللته ساعه حالو هذيك الملوحه القاويه وحطيته هنايا. شبت شويه معدنوس حطيتها، والفرماج اكيد اللي يمدلها يمدلها بزاف البنه. شوفوا بالنسبه لافارس، يعني بالنسبه لهذا الحشو تقدروا ديروا كيما حبيتوا، عندكم تقدروا ديروا فيونداشي ولا البولي كيما حبيتوا نتوما واختياركم. انا حبيت نديرها هكا تجي خفيفه وتجي تشبه البيتزا، يعني كوفر بصح تجي بزاف بنينه. شوفوا هنايا راني تزيتها لكم برك هكا باهي تبان لكم الحبه. شفتوني كيفاه غطيتها، يعني طوطوا العجينه نتاعكم شويه وتغطيوها، وهنا تبقاو تعدلوا فيها. وبالنسبه للاطراف هذوك تتكاو عليهم بيديكم بصوابعكم باه هكا، وتزيدوا تطرحوها من الفوق باه العجينه تاعكم تطلق روحها. شفتوني كيفاه نطرحها. هنا نجيب قطاعه ولا الموس وهنا نطراسي الحبات. انا حبيت نديرهم بشكل مثلث، اذا حبيتوا ديروا اي شكل تقدروا ديروهم مربعات مستطيلات كيما حبيتوا. بصح انا حنقول لكم الشكل المثلث يجي بزاف باهي. هنا بالموس راني نذبح فيهم برك يعني ماشي قصيتهم على الاخر، هكا قصتهم برك بصح ثاني ما نخليهمش ملمومين. وهنا جبت البيض، درت عظمه انا هنا، ولا تحبوا ديروا الصفار. بالنسبه للناس اللي ما يحبوش ريحه البيض تقدروا تزيدوا لها مغرف تاع الخل، حيبدل لها ينحي هذيك الريحه تاع الصفار تاع البيض ولا ينحي الريحه تاع البيض. انا درت هنا بيضه مع شويه تاع الخل، وهنا حطيت لها شويه جلجلان، اذا عندكم سينوج ثاني مليح حطيت شويه جلجلان عفوا. واذا عندكم زيتون لكحل ثاني حطوه من الفوق. حطيت بالشي اللي عندي، درت شويه زيتون مقطع خضر وشويه حار وشويه معدنوس. وهنا ديجا الفرن تاعي راهو يسخن، نحطها طيب لي من تحت، غير طيب من تحت ندخلها تحمر لي من الفوق. وهذه هي المملحه تاعي، ما عندي ما نحكي لكم في البنه، حتى الشكل تاعها بزاف يشهي وبزاف باهي. هنا نكمل نقصها مليح كيما قلت لكم من قبل، راني ما قصيتهاش يعني مليح. وهذه هي وصفتي تاع نهار اليوم، وصفه بزاف بنينه، نتمنى انه تنال الاعجاب تاعكم. واذا كنا ان شاء الله من الحيين في هذا رمضان راح ديروا بها حالا ان شاء الله. وما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. راني ما طولتش عليكم، الفيديو كان قصير وخفيف عليكم ان شاء الله. وما بقى لي غير نقول لكم بسلامه.